يعني ايه رشد مالي؟ حقيقة حبيت احط نفسي في منطقة وسط ما بين ان انا اعيش حياتي كلها بدور على المال وما بين ان انا اسيب المال كليا. لذلك احنا في الرشد المالي بنتعلم ان الفلوس مش بكثرتها، الفلوس بتحسين طرقك لادارتها. بدأت كتابي في الرشد المالي بباب عن الثقافة لان احنا كل سلوكنا وعاداتنا وتقاليدنا نابعة من ثقافتنا. لذلك الثقافة مكون قوي جدا، لا يمكن ان احنا ندرس علم المال بمعزل عن الثقافة. في كتاب الرشد المالي مش بنوعدك بالثراء المالي ولا نوعدك انك انت هتجذب المال مجرد ما تفكر فيه، لكن نقدر نوعدك من خلال استخدام اساليب بسيطة هتقدر تبني خطة مالية سليمة وهتقدر تظبط ادخارك واستثمارك على المدى الطويل. الرشد المالي متوفر في أكثر من صورة، في صورة كتاب ورقي، وفي صورة كتاب صوتي، وفي صورة برنامج تدريبي متكامل مع نماذج تطبيقية عشان تقدر تطبق ده على حياتك الواقعية. بالإضافة إنك ممكن تاخد معانا سيشن كوتشنج تقدر تتكلم فيه عن حياتك المالية ونحاول نوصل إلى حلول ليها. حبينا الكورس يكون باللغة العربية البيضاء عشان نقدر نخاطب شريحة كبيرة من الوطن العربي ويكون صالح لكل دول الوطن العربي.